مرحبا بكم في قناتي سفرة هنية. اليوم سأعلمكم كيف تصنعون جيب التاجر بعجينة 10 دقائق بطريقة سهلة وسريعة. هذه الوصفة تحتاج إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في أي مطبخ، وستحصلون على فطائر شهية ومغذية يمكنكم حشوها بما تحبون من لحم أو جبن أو خضار. تابعوا الفيديو لتعرفوا الخطوات والنصائح لإعداد جيب التاجر بعجينة 10 دقائق. أولاً، لتحضير العجينة، نضع في وعاء كبير ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، وكوب من الحليب الدافئ، وكوب من الماء الدافئ، ملعقة كبيرة من السكر، ونخلطهم جيداً. نضع بياض بيضتين، ثم نضع كوباً من زيت الذرة أو أي زيت نباتي. نبدأ بخلط المكونات وإضافة الدقيق على دفعات أو حسب الحاجة للحصول على عجينة لينة ومتماسكة. نضع العجينة على سطح واسع. نعجن العجينة جيداً حتى تصبح ناعمة ومطاطية، تحتاج لحوالي 3 دقائق. ثم نغطيها بقطعة قماش نظيفة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر وتتضاعف حجمها. نخرج العجينة ونعجنها لدقيقة. نبدأ بتقطيع العجينة إلى قطع صغيرة ومتساوية الحجم. نفرد قطع العجين بالنشابة إلى أرغفة صغيرة وندهنها بالزيت ونطويها إلى طويتين. نضع قطع العجين في صينية مفرودة بورق الزبدة. ندهن العجين بصفار البيض المخلوط بملعقة من الحليب. نرش على وجه العجين القليل من السمسم والقليل من حبة البركة. يوضع بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى ينضج. للحشوة، يمكنكم استخدام أي حشوة تفضلونها، سواء كانت لحم مفروم أو دجاج مشوي أو جبن أو خضار. في هذه الوصفة سأستخدم حشوة من الخضار والجبن. نقطع حبتان من الطماطم وحبتان من الخيار إلى شرائح رقيقة، ونقطع قطعتان من الجبن الأبيض والشيدر إلى شرائح صغيرة، ونفرم بضع أوراق من الخس، القليل من شرائح المرتديلا، ونحشي الفطائر. نرص الفطائر المحشوة في طبق التقديم. وبهذا نكون قد انتهينا من تحضير جيب التاجر بعجينة 10 دقائق.
أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بمشاهدة هذا الفيديو وأن تجربوا هذه الوصفة في منزلكم. لا تنسوا أن تشاركوني رأيكم وتعليقاتكم في الأسفل، وأن تضغطوا على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من الوصفات الشهية. شكراً لكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر.